فيديو النهارده هعرفك ازاي تقدر تتعلم المونتاج وتكسب منه فلوس من غير ما تدفع ولا جنيه. اول حاجه هو يعني ايه مونتاج؟ المونتاج بيكون عباره عن فيديو انت هتقصه او هتحط عليه اصوات اللي هو مثلا الساوند افكت او ترانزيشن. ايه الساوند افكت وايه الترانزيشن؟ الساوند افكت مثلا اللي انت بتصور في كافيه او الفيديو هو اصلا متصور في كافيه، فالكوبايه مثلا اتحطت على الترابيزه، صوت الكوبايه وهي بتتحط على الترابيزه انت هتركبه على الفيديو. يعني ايه ترانزيشن؟ الترانزيشن اللي هي الانتقالات ما بين الفيديو والتاني. تمام، خلينا نتكلم في الامكانيات دلوقتي. انت مثلا هيكون معاك يا اما تليفون يا اما لابتوب. خلينا نبدا بالتليفون. دلوقتي في حاجتين، انت او هتدفع في البرامج، والحاجه الثانيه او انت عايز تبدا حاجه مجانيه. لو هتبدا حاجه مجانيه عندك في ان او كاب كات، ولو هتدفع فيه خليك في الكاب كات. الكاب كات هو انا ما اعتقد النسخه منه حاليا، كل النسخ منه حاليا على ما اعتقد مدفوعه. في الامكانيه الثانيه هي اللابتوب لو هتبدا حاجه مجانيه خليك في دافينجي ريسولف. البرنامج ده فيه منه نسختين، في منه نسخه مدفوعه، في منه نسخه مجانيه. خليك في النسخه المجانيه. النسخه المجانيه على فكره جامده جدا، فاهمني؟ اصلا البرنامج ده الناس بتشتغل عليه، بتمنتج عليه اصلا افلام، فاهمني؟ فالبرنامج صدقني حرفيا مش معنى لو هو مجانا ولا هو برنامج اي كلام، لا، البرنامج ده على فكره يعني خارق جدا يعتبر. انا ذات نفسي بشتغل عليه. لو تشتغل على حاجه مدفوعه تقدر تشتغل على برامج الادوب، فده قرارك. انت عايز تبدا بحاجه مدفوعه او بحاجه مش مدفوعه. بس نصيحه مني، انت كمونتير لسه مبتدئ خليك في برامج المجانيه الاول، بعد كده لما تبدا تحترف نصيحه مني ما تبداش ببرامج مدفوعه. انت تبدا ببرامج مثلا زي في ان لو على التليفون، ولو على اللابتوب هتبدا برنامج دافينشي ريزولف. دول افضل اتنين مجانيين. خلينا ابدا اقول لك ازاي تقدر تتعلم المونتاج ببلاش. ببساطه جدا، بدل ما تروح تدفع في كورسات الوفات، هتخش على اليوتيوب هتكتب كورس مونتاج مثلا في ان، او كورس مونتاج كاب كات، او كورس مونتاج ادوبي. حلو جدا، تمام. انت دلوقتي عرفت يعني ايه مونتاج، عرفت لو هتشتغل من على التليفون هتشتغل من على برامج ايه سواء مجانيه او مدفوعه، وعرفت برضو هتشتغل على برامج ايه من على اللابتوب، وعرفت برضو انت هتبدا تاخد كورس مجاني ازاي بدل ان انت تدفعه. صدقني اقسم بالله الكورسات اللي على اليوتيوب المجانيه هي بالظبط نفس الكورسات اللي انت تاخدها بره مدفوعه. انت بقى لو ما بترتاحش غير لما بتدفع فدي حاجه هتخصك انت. خلينا نتكلم بعد ما تتعلم كل ده هتعمل ايه. حلو جدا، خليني اقول لك خطوه مهمه جدا بعد ما تتعلم الكورس. بص، نصيحه مني انك تبدا تشتغل على فيديوهات ليك انت، سواء انت هتصور نفسك، سواء انت مثلا هتجيب فيديوهات من على النت. دي حاجه هتساعدك جدا انك تجيب عميل بطريقه اسرع. تاني حاجه، انت اول ما تجيب العميل هيطلب منك اصلا شغل صافي، هيقول لك اول حاجه ماشي ابعت لي وعايز شغل صافي. فدي حاجه هتساعدك جدا انك اصلا بعد ما تتعلم المونتاج تبدا تطبق على شغل ليك انت، على شغل ناس تانية. المهم انك تطبق. ما تفكرش دلوقتي انت هتبدا تاخد فلوس ازاي، فكر ازاي اطبق المهاره دي. صدقني اهم خطوه انك تبدا تفكر ازاي هتبدا تطبق المهاره دي. بعد ما تطبقها صدقني الفلوس هتجري هي اللي وراك، مش انت اللي هتجري ورا الفلوس. انت دلوقتي اتعلمت، طبقت، الفيديو بقى معاك، كل حاجه بقت تمام. استناني الفيديو الجاي هشرح لك ازاي تجيب اول عميل وتبدا شغل معاه باذن الله. سلام.